أسماء أخطر المستشرقين المعاصرين وأهم كتبهم: A. J. Arbery، إنجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلام والمسلمين، ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، والآن أستاذ بجامعة كامبريدج. ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير من المصريين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية واللغوية في إنجلترا. ومن كتبه: 1. الإسلام اليوم، صدر عام 1943. 2. مقدمة لتاريخ التصوف، صدر عام 1947. 3. التصوف، صدر عام 1950. 4. ترجمة القرآن، صدر عام 1950. ألفريد غيوم، إنجليزي معاصر اشتهر بالتعصب ضد الإسلام، حاضر في جامعات إنجلترا وأمريكا، وتغلب على كتابته وآرائه الروح التبشيرية. ومن كتبه الإسلام. ومن المؤسف أنه تخرج عليه كثير ممن أرسلتهم الحكومة المصرية في بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية. بارون كاراديفو، فرنسي متعصب جدا ضد الإسلام والمسلمين، ساهم بنصيب بارز في تحرير دائرة المعارف الإسلامية. H.A.R. جيب، أكبر مستشرقي إنجلترا المعاصرين، كان عضوا بالمجمع اللغوي في مصر، والآن أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة هارفارد الأمريكية، من كبار محرري وناشري دائرة المعارف الإسلامية. له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة، وهذا هو سر خطورته. ومن كتبه: 1. طريق الإسلام، ألفه بالاشتراك مع آخرين، وترجم من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان المذكور. 2. الاتجاهات الحديثة في الإسلام، صدر عام 1947، وأعيد طبعه وترجم إلى العربية تحت العنوان المذكور. 3. المذهب المحمدي، صدر عام 1947، وأعيد طبعه. 4. الإسلام والمجتمع الغربي، يصدر في أجزاء، وقد اشترك معه آخرون في التأليف، وله مقالات أخرى متفرقة. جولدتسيهر، مجري، عرف بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، كتب عن القرآن والحديث. ومن كتبه: تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي، المترجم إلى العربية تحت العنوان السابق. جون ماينارد، أمريكي متعصب، كان يساهم في تحرير مجلة جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية، وخاصة باب الكتب الجديدة التي لها صلة بالإسلام وبالشرق على العموم. صامويل زويمر، مستشرق مبشر، اشتهر بعدائه الشديد للإسلام، مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية، مؤلف كتاب الإسلام تحد لعقيدة، صدر عام 1908، وناشر كتاب الإسلام، وهو مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني عام 1911 بليكنهو في الهند. وتقديرا لجهوده التبشيرية، أنشأ الأمريكيون وقفا باسمه على دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين. عزيز عطية سوريال، مصري مسيحي، كان أستاذا بجامعة الإسكندرية، والآن يدرس بإحدى جامعات أمريكا، شديد الحقد على الإسلام والمسلمين، وكثير التحريف للتعاليم الإسلامية، يستعين على الحقد والتحريف بكونه بعيدا عن مصر والمسلمين. له بعض الكتب عن الحروب الصليبية. جي فون جرومباوم، من أصل ألماني يهودي مستورد إلى أمريكا للتدريس بجامعاتها، وكان أستاذا بجامعة شيكاغو، من ألد أعداء المسلمين. في جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين، كثير الكتابة، وله معجبون من المستشرقين. ومن كتبه: 1. إسلام العصور الوسطى، صدر عام 1946. 2. الأعياد المحمدية، صدر عام 1951. 3. محاولات في شرح الإسلام المعاصر، صدر عام 1947. 4. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية، صدر عام 1954. 5. الإسلام، مجموعة من المقالات المتفرقة، صدر عام 1957. 6.
الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، صدر عام 1955. فيليب حتي، لبناني مسيحي تأمرك، كان أستاذا بقسم الدراسات الشرقية بجامعة برينستون بأمريكا، ثم رئيسا لهذا القسم، وهو الآن بالمعاش. من ألد أعداء الإسلام، ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية في أمريكا، وهو مستشار غير رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط. يحاول دائما أن ينتقص دور الإسلام في بناء الثقافة الإنسانية، ويكره أن ينسب للمسلمين أي فضل، فقد كتب على سبيل المثال في دائرة المعارف الأمريكية طبعة 1948 تحت عنوان الأدب العربي في الصفحة 129 يقول: ولم تبدأ إمارات الحياة الأدبية الجديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من القرن التاسع عشر، وكان الكثرة من قادة هذه الحركة الجديدة نصارى من لبنان تعلموا واستوحوا من جهود المبشرين الأمريكيين. ومحاولات حتى انتقاص فضل الإسلام والمسلمين ليست فقط قاصرة على العصر الحديث، ولكنها تنطبق على جميع مراحل التاريخ الإسلامي، كما هو موضح في كتبه التي نذكر منها: 1. تاريخ العرب، ظهر بالإنجليزية وأعيد طبعه عدة مرات، وهو مليء بالطعن في الإسلام والسخرية من نبيه، وكله حقد وسم وكراهية. انظر مثلا مجلة الإسلام الإنجليزية التي تصدر في كراتشي، باكستان، صفحة 138 من عدد أبريل سنة 1958، وصفحة 146 من عدد أول مايو سنة 1958. 2. تاريخ سوريا. 3. أصل الدروز وديانتهم، صدر عام 1928. أي جي فينسك أو وينسك، عدو لدود للإسلام ونبيه، كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري، ثم أخرج منه على إثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين الهواري، مؤلف كتاب المستشرقون والإسلام، صدر سنة 1936. وحدث ذلك بعد أن نشر فينسك رأيه في القرآن والرسول، مدعيا أن الرسول ألف القرآن من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته. انظر المستشرقون والإسلام، صفحة 71 وما بعدها. هذا والمعروف لفينسك كتاب تحت عنوان عقيدة الإسلام، صدر عام 1932. كينيث جراغ، أمريكي شديد التعصب ضد الإسلام، قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت، والآن رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية، ورئيس قسم اللاهوت المسيحي في هارتفورد، ومتعهد مبشرين. ومن كتبه دعوة المئذنة، صدر عام 1956. لوي ماسينيون، أكبر مستشرقي فرنسا المعاصرين، ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا، والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر. زار العالم الإسلامي أكثر من مرة، وخدم بالجيش الفرنسي 5 سنوات في الحرب العالمية الأولى. كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي العربي في دمشق، متخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي. ومن كتبه الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام، صدر عام 1922، وله كتب وأبحاث أخرى عن الفلسفة والتصوف، وهو من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. دي بي ماكدونالد، أمريكي من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين، يصدر في كتاباته عن روح تبشيرية متأصلة، من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. ومن كتبه: 1. تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام، صدر عام 1903. 2. الموقف الديني والحياة في الإسلام، صدر عام 1908. مايلز جرين، سكرتير تحرير مجلة الشرق الأوسط. مجيد قدوري، مسيحي عراقي، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة جون هوبكنز في واشنطن، ومدير معهد الشرق الأوسط للأبحاث والتربية بواشنطن، متعصب حقود على الإسلام وأبنائه. ومن كتبه المشحونة بالطعون والأخطاء: الحرب والسلام في الإسلام، صدر عام 1955، وله مقالات أخرى. دي إس مارجيليوث،
إنجليزي متعصب ضد الإسلام، ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية. كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي في دمشق. ومن كتبه: 1. التطورات المبكرة في الإسلام، صدر عام 1913. 2. محمد ومطلع الإسلام، صدر عام 1905. 3. الجامعة الإسلامية، صدر عام 1912. آر أي نيكولسون كان من أكبر مستشرقي إنجلترا المعاصرين ومن محرري دائرة المعارف. تخصص في التصوف الإسلامي والفلسفة، وكان عضوا بالمجمع اللغوي المصري، وهو من المنكرين على الإسلام أنه دين روحي ويصفه بالمادية وعدم السمو الإنساني. ومن كتبه: 1. متصوفو الإسلام، صدر عام 1910. 2. التاريخ الأدبي للعرب، صدر عام 1930. هارفلي هول رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط الأمريكية، وخطورته أنه يوجه سياسة مجلة من أهم المجلات المعنية بشؤون الشرق الأوسط السياسية والثقافية في العصر الحديث. هنري ليمنز اليسوعي، فرنسي، حياته من 1872 إلى 1937، من محرري دائرة المعارف الإسلامية، شديد التعصب ضد الإسلام والحقد عليه، مفرط في عدائه وافتراءاته لدرجة أقلقت بعض المستشرقين أنفسهم. ومن كتبه بالفرنسية: الإسلام، الطائف. يوسف شاخت، ألماني متعصب ضد الإسلام والمسلمين، له كتب كثيرة عن الفقه الإسلامي وأصوله، من محرري دائرة المعارف الإسلامية ودائرة معارف العلوم الاجتماعية، وأشهر كتبه أصول الفقه الإسلامي. بعض الكتب الخطيرة التي لها مكانة علمية عند بعض الناس. موضوعات: 1. دائرة المعارف الإسلامية The Encyclopedia of Islam، صدر بعدة لغات حية يعاد طبعها في الوقت الحاضر، وقد ظهر بعض أجزاء الطبعة الجديدة. 2. موجز دائرة المعارف الإسلامية Shorter Encyclopedia of Islam. 3. دائرة معارف الدين والأخلاق Encyclopedia of Religion and Ethics، المقالات المتعلقة بموضوعات إسلامية. 4. دائرة معارف العلوم الاجتماعية Encyclopedia of Social Sciences، الموضوعات المتصلة بالإسلام والعرب. 5. دراسة في التاريخ، القسم المتصل بالإسلام ورسوله، من تأليف أرنولد توينبي. الكتب: 1. حياة محمد، من تأليف ويليام موير. 2. الإسلام، من تأليف ألفريد جيوم. 3. دين الشيعة، من تأليف دي إم دونالدسون. 4. تاريخ شارل الكبير، من تأليف القس تيربن. 5. الإسلام، ظهر بالفرنسية، من تأليف هنري لامنس. 6. الإسلام، تحد لعقيدة، ظهر بالإنجليزية، من تأليف المبشر زويمر. 7. دعوة المئذنة، ظهر بالإنجليزية، من تأليف كينيت كراك. 8. الإسلام اليوم، بالإنجليزية، من تأليف أي جي آربري. 9. ترجمة القرآن، الترجمة الإنجليزية، من وضع أي جي آربري. 10. تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي، ظهر بالألمانية وترجم إلى العربية، من تأليف جولدت سهر. 11. تاريخ العرب، ظهر بالإنجليزية والعربية وطبع عدة مرات، من تأليف فيليب حتي. 12. اليهودية في الإسلام، ظهر بالإنجليزية، من تأليف إبراهام كاش. 13. عقيدة الإسلام، ظهر بالإنجليزية، من تأليف أي جي فينيسيك. 14. الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام، ظهر بالفرنسية، من تأليف لوي ماسينيون. 15. الحرب والسلام في الإسلام، ظهر بالإنجليزية، من تأليف مجيد قدوري. 16. تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام، ظهر بالإنجليزية، من تأليف دي بي ماكدونالد. 17. الاتجاهات الحديثة في الإسلام، ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية، من تأليف اتش اي جيب. 18. طريق الإسلام، ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية، من تأليف جماعة من المستشرقين اشترك في تأليفه ونشره اتش اي ار جيب. 19. التصوف في الإسلام، ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية، من تأليف آر أي نيكلسون.
20. مصادر تاريخ القرآن بالإنجليزية من تأليف آرثر جيفري. 21. أصول الإسلام في بيئته المسيحية بالإنجليزية من تأليف آر بيل. 22. مقدمة القرآن بالإنجليزية من تأليف آر بيل. 23. التطورات المبكرة في الإسلام بالإنجليزية من تأليف The S. مارجليوث. 24. محمد ومطلع الإسلام بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 25. الإسلام بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 26. الجامعة الإسلامية بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 27. قنطرة إلى الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأليف إريك بيتمان. 28. إسلام العصور الوسطى ظهر بالإنجليزية من تأليف جي فون جرومباوم. 29. الإسلام مجموعة مقالات متفرقة ظهرت بالإنجليزية للمؤلف السابق. 30. الأعياد المحمدية بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 31. الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 32. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 33. محاولات في شرح الإسلام المعاصر مجموعة مقالات ظهرت بالإنجليزية لنفس المؤلف. موازين البحث عند المستشرقين. يعتمد جمهرة المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن الشريعة الإسلامية على ميزان غريب بالغ الغرابة في ميدان البحث العلمي، أن العالم المخلص يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيما يريد البحث عنه ويتابع النصوص والمراجع الموثوق بها، فما أدت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو النتيجة المحتملة التي ينبغي عليه اعتقادها. ولكن أغلب هؤلاء المستشرقين يضعون في أذهانهم كما قلت من قبل فكرة معينة يريدون تصيد الأدلة لإثباتها، وحين يبحثون عن هذه الأدلة لا تهمهم صحتها بمقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية، وكثيرا ما يستنبطون الأمر الكلي من حادثة جزئية، ومن هنا يقعون في مفارقات عجيبة لولا الهوى والغرض لربأوا بأنفسهم عنها. وسنضرب لذلك بعض الأمثلة. 1. في محاولة المستشرق جولدتسيهر لإثبات زعمه بأن الحديث في مجموعه من صنع القرون الثلاثة الأولى للهجرة وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعى أن أحكام الشريعة لم تكن معروفة لجمهور المسلمين في الصدر الأول من الإسلام، وأن الجهل بها وبتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاصقا بكبار الأئمة، وقد حشد لذلك بعض الروايات الساقطة المتهافتة، من ذلك ما نقله من كتاب الحيوان للدميري من أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يكن يعرف هل كانت معركة بدر قبل أحد أم كانت أحد قبلها. ولا شك في أن أقل الناس اطلاعا على التاريخ يرد مثل هذه الرواية، فأبو حنيفة وهو من أشهر أئمة الإسلام الذين تحدثوا عن أحكام الحرب في الإسلام حديثا مستفيضا في فقهه الذي أثر عنه وفي كتب تلامذته الذين نشروا علمه كأبي يوسف ومحمد، يستحيل على العقل أن يصدق بأنه كان جاهلا بوقائع سيرة الرسول ومغازيه، وهي التي استمد منها فقهه في أحكام الحرب. وحسبنا أن نذكر هنا كتابين في فقهه في هذا الموضوع يعتبران من أهم الكتب المؤلفة في التشريع الدولي في الإسلام. أولهما كتاب الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف رحمه الله، ثانيهما كتاب السير الكبير لمحمد رحمه الله، وقد شرحه السرخسي، وهو من أقدم وأهم مراجع الفقه الإسلامي في العلاقات الدولية، وقد طبع أخيرا تحت إشراف جامعة الدول العربية برغبة من جمعية محمد بن الحسن الشيباني للحقوق الدولية. وفي هذين الكتابين يتضح إلمام تلامذة الإمام وهم حاملو علمه بتاريخ المعارك الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. وجولدتسيهر لا يخفى عليه أمر هذين الكتابين، وكان بإمكانه لو أراد الحق أن يعرف ما إذا كان أبو حنيفة جاهلا بالسيرة أو عالما بها من غير أن يلجأ إلى رواية الدميري في الحيوان، وهو ليس مؤرخا وكتابه ليس كتاب فقه ولا تاريخ، وإنما يحشر فيه
كل ما يرى إيراده من حكايات ونوادر تتصل بموضوع كتابه، من غير أن يعني نفسه البحث عن صحتها. ولا يخفى ما كان بين أبي حنيفة ومعاصريه ومقلديهم من بعدهم من عداء منهجي فكري، وقد كان هذا العداء مادة دسمة لرواة الأخبار ومؤلفي كتب الحكايات والنوادر، لنسبة حوادث وحكايات منها ما يرفع من شأن أبي حنيفة ومنها ما يضع من سمعته، وأكثرها ملفق موضوعا للمسامرة والتندر من قبل محبيه أو كارهيه على السواء، مما يجعلها عديمة القيمة العلمية في نظر العلماء والباحثين. فجولدت سيهر أعرض عن كل ما دون من تاريخ أبي حنيفة تدوينا علميا ثابتا، واعتمد رواية مكذوبة لا يتمالك طالب العلم المبتدئ في الدراسة من الضحك لسماعها، ليدعم بذلك ما تخيله من أن السنة النبوية من صنع المسلمين في القرون الثلاثة الأولى. 2. ومثال آخر عن هذا المستشرق أيضا، فقد أعرض عما أجمعت عليه كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ من صدق الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، حياته من سنة 50 إلى 124 هجري، وورعه وأمانته ودينه. وزعم أن الزهري لم يكن كذلك، بل كان يضع الحديث للأمويين، وهو الذي وضع الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، إلى آخر الحديث، لعبد الملك بن مروان. وكان حجته أن هذا الحديث من رواية الزهري، وأن الزهري كان معاصرا لعبد الملك بن مروان. وقد ناقشت هذا الزعم مناقشة مفصلة في كتابي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في الصفحة 385 وما بعدها. 3. يحاول المستشرقون أن يؤكدوا تعالي العرب الفاتحين عن المسلمين الأعاجم وانتقاصهم من مكانتهم، وفي ذلك يقول المستشرق بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية: وإذا كان العرب يؤلفون طبقة الحاكمين، فقد كان الأعاجم من الجهة الثانية هم الرعية أي القطيع، وجمعها رعايا، كما يدعوهم تشبيه سامي قديم كان مألوفا حتى عند الآشوريين. فهذا المستشرق قد أعرض عن جميع الوثائق التاريخية التي تؤكد عدالة الفاتحين المسلمين ومعاملتهم أفراد الشعب على السواء في غير تفرقة بين عربي وغيره، وتعلق بلفظ الرعية تعلقا لغويا، واستنتج منها أن المسلمين نظروا إلى الأعاجم نظر القطيع من الغنم. ولو رجعنا إلى مادة رعى في قواميس اللغة وجدناها تقول كما في القاموس المحيط: والراعي كل ولي أمر قوم، والقوم رعية، وراعيته أي لاحظته محسنا إليه، وراعيت أمره حفظته كرعاه. فالراعي في اللغة يطلق على راعي الغنم وعلى رئيس القوم وولي أمرهم، والرعية تطلق على الماشية وتطلق على القوم، ومن معاني الرعاية الحفظ والإحسان. فلما أطلقها الإسلام على القوم لم يخص بها الأعاجم ليشير إلى أنه يراهم كالقطيع من الغنم، وإنما أطلقها على الشعب عامة، والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 13/96 في شرح هذا الحديث: والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقد جاء في حديث آخر إطلاق الرعية على المسلمين في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: وما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فكيف أغمض بروكلمان عينيه عن هذا كله، واستجاز لعلمه أن يدعي بأن المسلمين نظروا إلى الأعاجم نظرة القطيع، وأنهم أطلقوا عليهم وحدهم لفظة الرعية؟
ليس له سند إلا أن لفظ الرعية يطلق على الغنم أيضا، وقد علمت معانيها اللغوية. أما تخصيص إطلاقها بالأعاجم فليس له سند ولا شبهة يتعلق بها، وإنما هو الهوى والغرض. 4. زعم المستشرق مايور كما نقله عنه مارجليوس أن أهل البدو كانوا كثيري الاهتمام بتعلم البلاغة وطلاقة اللسان، فلا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا الفن حتى نبغ فيه. وهذا يعطينا صورة عن موازين البحث عند هؤلاء، فالمسألة عنده تقوم على استنتاج وهمي من أمر لم يقع، فلا العرب كانوا يتعلمون البلاغة ولا كانت لها مدارس وأساتذة يضعون قواعدها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه قبل النبوة فعل ذلك، وليس بين أيدينا نص واحد يثبته، بل إن المؤكد أن الرسول لم ينقل عنه أثر من نثر أو شعر قبل النبوة وقبل أن يتنزل عليه القرآن الكريم. وأمر آخر يكشف لنا عن أساس ثالث من أسس النقد والبحث عند هؤلاء المستشرقين هو إفراطهم في اختراع العلل والأسباب والحوادث التي يدرسونها اختراعا ليس له سند إلا التخيل والتحكم. ويزيد في فساد أسلوبهم هذا أنهم يتخيلون أحداث الشرق والعرب وعاداتهم وأخلاقهم بأوهامهم وخيالاتهم الغريبة عن الشرق والعرب والمسلمين، ولا يريدون أن يعترفوا بأن لكل بيئة مقاييسها وأذواقها وعاداتها. وقد أحسن المستشرق الفرنسي المسلم ناصر الدين دينيه في حديثه عن أسلوب المستشرقين وموازينهم في الحكم على الأشياء، مما جعلهم يتناقضون فيما بينهم تناقضا واضحا في الحكم على شيء واحد. كل ذلك لأنهم حاولوا أن يحللوا السيرة المحمدية وتاريخ ظهور الإسلام بحسب العقلية الأوروبية، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا، لأن هذا غير هذا، ولأن المنطق الأوروبي لا يمكن أن يأتي بنتائج صحيحة في تاريخ الأنبياء الشرقيين. ثم قال: إن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبي بهذا الأسلوب الأوروبي البحت لبثوا 3 أرباع قرن يدققون ويمحصون بزعمهم حتى يهدموا ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة نبيهم، وكان ينبغي لهم بعد هذه التدقيقات الطويلة العريضة العميقة أن يتمكنوا من هدم الآراء المقررة والروايات المشهورة من السيرة النبوية. فهل تسنى لهم شيء من هذا؟ الجواب أنهم لم يتمكنوا من إثبات أقل شيء جديد، بل إذا أمعنا النظر في الآراء الجديدة التي أتى بها هؤلاء المستشرقون من فرنسيين وإنجليز وألمان وبلشيكيين وهولنديين إلى آخره، لا نجد إلا خلطا وخبطا، وإنك لترى كل واحد منهم يقرر ما نقضه غيره من هؤلاء المدققين بزعمهم أو ينقض ما قرره. ثم أخذ دينيه يورد الأمثال على هذه المتناقضات، وختم كلامه بقوله: وإن أردنا استقصاء هذه التناقضات التي نجدها بين تمحيصات هؤلاء الممحصين بزعمهم يطول بنا الأمر، ولا نقدر أن نعرف أي تحقيق، ولا يبقى أمامنا إلا أن نرجع إلى السيرة النبوية التي كتبها العرب. أما المؤلفون الذين زعموا أنهم يريدون ترجمة محمد بصورة علمية شديدة التدقيق فلم يتفقوا منها ولو على نقطة مهمة، وبرغم جميع ما نقبوه ونقروه وحاولوا كشفه بزعمهم فلم يصلوا ولن يصلوا إلا إلى تمثيل أشخاص في تلك السيرة ليسوا أعرق في الحقيقة الواقعية من أبطال أقاصيص فالتر سكوت وإسكندر دوماس. فهؤلاء القصاص تخيلوا أشخاصا من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم، ولم يلحظوا إلا اختلاف الأدوار بينهم. أما أولئك المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل شيء أن يسدوا الهوة السحيقة التي تفصل بين عقليتهم الغربية والأشخاص الشرقيين الذين يترجمونهم، وأنهم بدون هذه الملاحظة جديرون بأن يقعوا في الوهم في كل نقطة. ملاحظة من كتابه الذي ألفه في الرد على الأب لامنس اليسوعي بعنوان إنك في واد وإنا لفي واد، نقلا عن مقدمة حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان 1/33. مع المستشرقين وجها لوجه في أوروبا. لقد كنت كتبت عن المستشرقين كلمة موجزة في كتابي
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، قبل أن أزور أكثر جامعات أوروبا عام 1956 وأختلط بهم وأتحدث إليهم وأناقشهم. فلما تم لي ذلك ازددت إيمانا بما كتبته عنهم واقتناعا بخطرهم على تراثنا الإسلامي كله، سواء كان تشريعيا أم حضاريا، لما يملأ نفوسهم من تعصب ضد الإسلام والعرب والمسلمين. كان أول من اجتمعت بهم هو البروفيسور أندرسون، رئيس قسم قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي في معهد الدراسات الشرقية في جامعة لندن، وهو متخرج من كلية اللاهوت في جامعة كامبريدج، وكان من أركان حرب الجيش البريطاني في مصر خلال الحرب العالمية الثانية، كما حدثني هو بذلك عن نفسه. تعلم اللغة العربية من دروس اللغة العربية التي كان يلقيها بعض علماء الأزهر في الجامعة الأمريكية في القاهرة ساعة في كل أسبوع لمدة سنة واحدة، كما تعلم العامية المصرية من اختلاطه بالشعب المصري حين توليه عمله العسكري الآنف الذكر، وتخصص في دراسة الإسلام من المحاضرات العامة التي كان يلقيها المرحوم أحمد أمين والدكتور طه حسين والمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم. ثم انتقل من الخدمة العسكرية بعد الحرب إلى رئاسة قسم قوانين الأحوال الشخصية في جامعة لندن كما ذكرنا. لا أريد أن أذكر أمثلة عن تعصبه ضد الإسلام، وقد حدثني كثيرا عن ذلك المرحوم الدكتور حمود غرابة، مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن حينذاك، ولكني أكتفي بأن أذكر ما حدثني به البروفيسور أندرسون نفسه من أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة لندن لسبب واحد، هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام، وقد برهن فيها على أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة. فعجبت من ذلك وسألت هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه لهذا السبب وأنتم تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ قال: لأنه كان يقول الإسلام يمنح المرأة كذا، والإسلام قرر للمرأة كذا، فهل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟ هل هو أبو حنيفة أو الشافعي حتى يقول هذا الكلام ويتكلم باسم الإسلام؟ إن آراءه في حقوق المرأة لم ينص عليها فقهاء الإسلام الأقدمون، فهذا رجل مغرور بنفسه حين ادعى أنه يفهم الإسلام أكثر مما فهمه أبو حنيفة والشافعي. هذا هو كلام هذا المستشرق الذي لا يزال حيا يرزق، ولا أدري إن كان لا يزال في عمله في جامعة لندن أم أحيل إلى التقاعد المعاش. وزرت جامعة أدنبرا في اسكتلندا، فكان المستشرق الذي يرأس الدراسات الإسلامية فيها قسيسا بلباس مدني، وقد وضع لقبه الديني مع اسمه على باب بيته. وفي جامعة جلاسكو في اسكتلندا أيضا كان رئيس الدراسات العربية فيها قسيسا عاش رئيسا للإرسالية التبشيرية في القدس قرابة 20 سنة حتى أصبح يتكلم العربية كأهلها، وقد حدثني بذلك عن نفسه في هذه الزيارة، وكنت قد اجتمعت به قبل ذلك في المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد في بحمدون في لبنان عام 1954. وفي جامعة أوكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية فيها يهوديا يتكلم العربية ببطء وصعوبة، وكان أيضا يعمل في دائرة الاستخبارات البريطانية في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك تعلم العربية العامية، ثم عاد إلى بلاده إنجلترا ليرأس هذا القسم في جامعة أوكسفورد. ومن العجيب أني رأيت في منهاج دراساته التي يلقيها على طلاب الاستشراق تفسير آيات من القرآن الكريم من الكشاف للزمخشري، وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية، ودراسة أحاديث من البخاري ومسلم، وأبواب من الفقه في أمهات كتب الحنفية والحنابلة. وسألته عن مراجع هذه الدراسات فأخبرني أنها من كتب للمستشرقين أمثال جولدتسيهر ومارجليوث وشاخت، وحسبك بهؤلاء عنوانا على الدراسات المدخولة المدسوسة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. أما في جامعة كامبريدج فكانت رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية فيها للمستشرق المعروف آربري، واختصاصه في اللغة العربية فحسب، وقد ورد اسمه آنفا.
وقد قال لي خلال أحاديثي معه بأننا نحن المستشرقون نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا عن الإسلام، من الواجب أن لا نخوض في هذا الميدان لأنكم أنتم المسلمون العرب أقدر منا على الخوض في هذه الأبحاث. وربما قال هذا مجاملة أو اعتقادا منه بصحته. وفي مانشستر في إنجلترا اجتمعت بالبروفيسور روبنسون، وكان يقابل سنن أبي داود على نسخة مخطوطة، وله كتابات في تاريخ الحديث يتفق فيها غالبا مع آراء المستشرقين المتحاملين. وقد حرصت على أن أبين له أن الدراسات الاستشراقية السابقة فيها تحامل وبعد عن الحقيقة، وتعرضت لآراء جولدتسيهر وأثبتت له أخطاءه التاريخية والعلمية، فكان مما أجاب به عنه: لا شك أن المستشرقين في هذا العصر أكثر اطلاعًا على المصادر الإسلامية من جولدتسيهر، نظرًا لما طُبع ونشر وعُرف من مؤلفات إسلامية كانت غير معلومة في عصر جولدتسيهر. فقلت له: أرجو أن تكون أبحاثكم أي المستشرقين في هذا العصر أقرب إلى الحق والإنصاف من جولدتسيهر ومارجليوث وأمثالهما. فقال: أرجو ذلك. وفي جامعة ليدن بهولندا اجتمعت بالمستشرق الألماني اليهودي شاخت، وهو الذي يحمل في عصرنا هذا رسالة جولدتسيهر في الدس على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه. وبحثته طويلا في أخطاء جولدتسيهر وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا، فأنكر ذلك أول الأمر. فضربت له مثلا واحدا مما كتبه جولدتسيهر في تاريخ السنة، فاستغرب ذلك، ثم راجع كتاب جولدتسيهر، وكنا نجلس في مكتبته الخاصة، فقال: معك الحق، إن جولدتسيهر أخطأ هنا. قلت له: هل هو مجرد خطأ؟ فاحتد وقال: لماذا تسيئون به الظن؟ فانتقلت إلى بحث تحليله لموقف الزهري عن عبد الملك بن مروان، وذكرت له من الحقائق التاريخية ما ينفي ما يزعمه جولدتسيهر. وبعد مناقشة في هذا الموضوع قال: وهذا خطأ أيضا في جولدتسيهر، ألا يخطئ العلماء؟ قلت له: إن جولدتسيهر هو مؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبني حكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ نفسه، فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟ وكيف جاز له أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديث فضل المسجد الأقصى إرضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير، مع أن الزهري لم يلقى عبد الملك إلا بعد سنوات من مقتل ابن الزبير؟ وهنا اصفر وجه شاخت، وبدأ يفرك يدا بيد، وبدا عليه الغيظ والاضطراب، فأنهيت الحديث معه بأن قلت له: لقد كان مثل هذه الأخطاء كما تسميها أنت تشتهر في القرن الماضي، ويتناقلها مستشرق منكم على آخر على أنها حقائق علمية، قبل أن نقرأ نحن المسلمون تلك المؤلفات إلا بعد موت مؤلفيها. أما الآن فأرجو أن تسمعوا منا ملاحظاتنا على أخطائكم لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر كحقائق علمية. ومن الملاحظ أن هذا المستشرق كان يدرس في جامعة القاهرة فؤاد سابقا، وله مؤلف في تاريخ التشريع الإسلامي كله دس وتحريف على أسلوب شيخه جولدتسيهر. وفي جامعة أبسلا في السويد التقيت بالشيخ المستشرق نيبرغ، وهو الذي كان قد أشرف على تصحيح كتاب الانتصار لابن الخياط على ما أظن، وطبعته قديما لجنة التأليف والترجمة في القاهرة. وجرى بيني وبينه حديث طويل كان أكثره حول أبحاث المستشرقين ومؤلفاتهم عن الإسلام وتاريخه، وجعلت جولدتسيهر محور الحديث عن المستشرقين، وذكرت له أمثلة من أخطائه وتحريفه للحقائق. فكان مما قاله بعد ذلك: إن جولدتسيهر كان في القرن الماضي ذا شهرة علمية ومرجعا للمستشرقين، أما في هذا العصر بعد انتشار الكتب المطبوعة في بلادكم عن العلوم الإسلامية فلم يعد جولدتسيهر مرجعا كما كان في القرن الماضي. لقد مضى عهد جولدتسيهر في رأينا. وقد أتيح لي خلال تلك الرحلة أن أواصل زيارة الجامعات عدا ما ذكرته منها في عواصم كل من بلجيكا والدنمارك والنرويج وفنلندا وألمانيا وسويسرا وباريس، واجتمعت بمن كان موجودا فيها حينئذ من المستشرقين. ومما ذكرته آنفا وما دونته في مذكراتي عن المستشرقين الذين لقيتهم خلال تلك الرحلة اتضحت لي الحقائق التالية:
أولا، إن المستشرقين في جمهورهم لا يخلو أحدهم من أن يكون قسيسا أو استعماريا أو يهوديا، وقد يشذ عن ذلك أفراد. ثانيا، إن الاستشراق في الدول الغربية غير الاستعمارية كالدول الإسكندنافية أضعف منه عند الدول الاستعمارية. ثالثا، إن المستشرقين المعاصرين في الدول غير الاستعمارية يتخلون عن جولدة سيهر وأمثاله المفضوحين في تعصبهم. رابعا، إن الاستشراق بصورة عامة ينبعث من الكنيسة، وفي الدول الاستعمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جنبا إلى جنب، يلقى منهما كل تأييد. خامسا، إن الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا ما تزال حريصة على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة هدم للإسلام وتشويه لسمعة المسلمين. ففي فرنسا لا يزال بلاشير وماسينيون، وهما شيخا المستشرقين الفرنسيين في وقتنا الحاضر، يعملان في وزارة الخارجية الفرنسية كخبيرين في شؤون العرب والمسلمين. وفي إنجلترا رأينا كما ذكرت أن الاستشراق له مكان محترم في جامعات لندن وأكسفورد وكامبريدج وأدنبرا وغلاسكو وغيرها، ويشرف عليه يهود وإنجليز استعماريون ومبشرون، وهم يحرصون على أن تظل مؤلفات جولدة سيهر ومارجليوث ثم شخت من بعدهما هي المراجع الأصلية لطلاب الاستشراق من الغربيين وللراغبين في حمل شهادة الدكتوراه عندهم من العرب والمسلمين، وهم لا يوافقون أبدا على رسالة لطلب الدكتوراه يكون موضوعها إنصاف الإسلام وكشف دسائس أولئك المستشرقين. وقد حدثنا الدكتور أمين المصري، وهو خريج كلية أصول الدين في الأزهر وكلية الآداب ومعهد التربية في جامعة القاهرة، عما لقيه من عناء في سبيل موضوع رسالته التي أراد أن يتقدم بها لأخذ شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعات إنجلترا. لقد ذهب إليها منذ بضع سنوات لدراسة الفلسفة وأخذ شهادة الدكتوراه بها، وما كان يطلع على برنامج الدراسة وخاصة دراسة العلوم الإسلامية فيها، حتى هاله ما رآه من تحامل ودس في كتب المستشرقين وخاصة شاخت، فقرر أن يكون موضوع رسالته هو نقد كتاب شاخت في تاريخ الفقه الإسلامي. وتقدم إلى البروفيسور أندرسون ليكون مشرفا على تحضير هذه الرسالة وموافقا على موضوعها، فأبى عليه هذا المستشرق أن يكون موضوع رسالته نقد كتاب شاخت، وعبثا حاول أن يوافق على ذلك. فلما يئس من جامعة لندن ذهب إلى جامعة كامبريدج وانتسب إليها، وتقدم إلى المشرفين على الدراسات الإسلامية فيها برغبته في أن يكون موضوع رسالته للدكتوراه هو ما ذكرناه، فلم يبدوا رضاهم عن ذلك، وقالوا له بصريح العبارة: إذا أردت أن تنجح في الدكتوراه فتجنب انتقاد شخت، فإن الجامعة لن تسمح لك بذلك. وعندئذ حول موضوع رسالته إلى معايير نقد الحديث عند المحدثين، فوافقوا ونجح في نوال الدكتوراه، وهو الآن أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق. هذه كلمة موجزة عما تحققته بنفسي من المستشرقين، وخاصة كتب جولدة سيهر وآرائه، وقد أفردت لمناقشته فصلا خاصا في كتابي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، بينت فيه تحامل هذا المستشرق اليهودي وتشويهه للحقائق وتحريفه للنصوص وتأويله للوقائع التاريخية وفق هدفه الذي سعى إليه، واعتماده على مصادر لا قيمة لها في نظر العلم، وتكذيبه للمصادر العلمية المعترف بها عند أئمتنا وعلمائنا المحققين. أما في أمريكا فالاستشراق فيها الآن يمثل ذروة العداء للإسلام والمسلمين، ويشرف على الدراسات الإسلامية في جامعاتها أشد أعداء الإسلام تعصبا وحقدا، كما يتضح من أسماء أخطر المستشرقين ومؤلفاتهم التي ذكرناها قبل قليل. ومن المؤلم أن طلاب العالم الإسلامي الذين يدرسون باللغة الإنجليزية في بلادهم لا يزالون مضطرين إلى دخول الجامعات الإنجليزية والأمريكية، فلا يجد طلاب الدراسات الإسلامية أمامهم مراجع لدراستهم التي ينالون بها الدكتوراه غير تلك المراجع المسمومة، وهم لا يعرفون اللغة العربية، فتتقرر عندهم أن تلك الدسائس حقائق مأخوذة من كتب الفقهاء والعلماء المسلمين أنفسهم.
إن هذا مما يدعو جامعاتنا العربية للتفكير في إنشاء أقسام لفروع شهادة الدكتوراه باللغة الإنجليزية، وأعتقد أن ذلك من شأنه أن يحول أنظار كثيرين من طلاب العالم الإسلامي عن جامعات الغرب إلى بلادنا العربية، فنصون هؤلاء من التأثر بدسائس المستشرقين المتعصبين الاستعماريين. خاتمة البحث. وكلمة أخيرة أقولها عن المستشرقين. منذ أن انتهت الحروب الصليبية بالفشل من الناحية العسكرية والسياسية، لم ينقطع تفكير الغرب في الانتقام من الإسلام وأهله بطرق أخرى، فكانت الطريقة الأولى هي دراسة الإسلام ونقده. وفي جو هذا التفكير الذي ساد البيئة المسيحية في الغرب خلال القرون الوسطى، نشأت فكرة الاستيلاء على البلاد الإسلامية عن طريق القوة والغلبة، حين بدأ العالم الإسلامي يتدهور سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا، وأخذ الغرب يسطو مرة بعد مرة على بلد بعد بلد في العالم الإسلامي، وما كاد ينتهي للغرب استيلاؤه على أكثر أقطار العالم الإسلامي، حتى بدأت الدراسات الغربية عن الإسلام وتاريخه تنمو وتتكاثر بقصد تبرير سياستهم الاستعمارية نحو هذه الشعوب. وقد تم لهم في القرن الماضي دراسة التراث الإسلامي من جميع نواحيه الدينية والتاريخية والحضارية، ومن الطبيعي أن تكون الدراسة محجوبة عن إصابة الحق فيها بحجابين: الأول التعصب الديني الذي استمر لدى ساسة أوروبا وقادتها العسكريين حتى إذا دخلت جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى بيت المقدس. قال اللورد الليمبي كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية، أي من الناحية العسكرية. أما التعصب الديني فما يزال أثره باقيا في كثير مما يكتب الغربيون عن الإسلام وحضارته، وأكثر ما نجد إنصاف الإسلام ورسوله عند العلماء والأدباء الغربيين الذين تحللوا من سلطة ديانتهم. ونضرب لذلك مثلا بكتاب حضارة العرب لمؤلفه غوستاف لوبون، فإنه أعظم كتاب ألفه الغربيون في إنصاف الإسلام وحضارته. هذا لأن غوستاف لوبون فيلسوف مادي لا يؤمن بالأديان قطعا. من أجل هذا ومن أجل إنصافه للحضارة الإسلامية لا ينظر إليه الغربيون في أوساطهم العلمية نظر التقدير الذي يستحقه علمه، فهو بلا شك من أعظم علماء الاجتماع والتاريخ في القرن التاسع عشر. ومع هذا فقد تحامل عليه الغربيون وخاصة الفرنسيون لما ذكرناه. الثاني أن القوة المادية والعلمية التي وصل إليها الغربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أدخلت في نفوس علمائهم ومؤرخيهم وكتابهم قدرا كبيرا من الغرور، حتى اعتقدوا أن الغربيين أصل جميع الحضارات في التاريخ ما عدا المصرية، وأن العقلية الغربية هي العقلية الدقيقة التأمل التي تستطيع أن تفكر تفكيرا منطقيا سليما. أما غيرهم من الشعوب وخاصة الإسلامية فإن عقليتهم بسيطة ساذجة، أو بالأصح ذرية، كما عبر بذلك المستشرق جيب في كتابه وجهة الإسلام، ويقصد بذلك أن العقلية الإسلامية تدرك الأمور بواسطة الجزئيات ولا تدركها إدراكا كليا. وهم لم يحكموا بذلك إلا على ضوء ما رأوه بأعينهم من ضعف الشعوب التي استعمروها، وما سادها من جهل، وما شملها من تأخر في كل نواحي الحياة. فلما بدأ اتصالنا بالحضارة الغربية في أوائل هذا القرن وانتشرت الثقافة بيننا، لم يجد المثقفون من غير علماء الشريعة أمامهم طريقا ممهدا للحديث عن تراثنا المبعثر في كتب قديمة غير منظمة تنظيما يتفق وتنظيم الكتب العلمية عند الغربيين، إلا كتب المستشرقين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة ثقافتنا وتتبع مصادرها في خزائن الكتب العامة عندهم، حتى لا يظل أحدهم 20 عاما في تأليف كتاب عن ناحية من نواحي ثقافتنا يرجع فيه إلى كل ما وصلت إليه يده من مصادر قديمة من كتب علمائنا الأولين. وبهذا الدأب المتواصل عند علمائهم والتفرغ الكامل له والرغبة الاستعمارية والدينية التي ألمحت إليها، استطاعوا أن ينظموا الحديث عن ثقافتنا تنظيما بهر أبصار مثقفين واستولى على ألبابهم.
وخاصة عندما قارنوا بين أسلوبهم وبين أسلوب كتبنا العلمية القديمة، فاندفعوا إلى الاقتباس من كتب المستشرقين معجبين بعلمهم وسعة اطلاعهم، ظانين أنهم لا يقولون إلا الحق، وأنهم فيما خالفوا فيه الحقائق المقررة عندنا أصح حكما وأصوب رأيا، لأنهم يسيرون وفق منهج علمي دقيق لا يحيدون عنه. ومن هنا نشأت الثقة ببحوث هؤلاء الغربيين والاعتماد على آرائهم، ولم يتح لهؤلاء المثقفين أن يرجعوا إلى المصادر الإسلامية التي استقى منها المستشرقون وغيرهم من الباحثين الغربيين، إما لصعوبة الرجوع إلى مصادرنا، أو الرغبة في سرعة الإنتاج العلمي، أو لشهوة الإتيان بحقائق مخالفة لما هو سائد في أوساطنا العلمية والدينية وغيرها. وكانت فترة من الزمان طغى علينا هذا الشعور بالنقص والضعف وعدم الثقة بأنفسنا إزاء الباحثين الغربيين وإعظامهم وإكبارهم وعدم سوء الظن بهم، حتى إذا بدأت حركات الوعي السياسي وبدأ استقلالنا السياسي عن سيطرة الغربيين، ابتدأ عندنا الشعور بوجوب الاستقلال الفكري، الشعور بشخصيتنا وقيمة حضارتنا وتراثنا، الشعور بالخجل لموقفنا السابق من اتكالنا على المستشرقين في معرفة ما عندنا من تراث وعقيدة وتشريع. وانتشر هذا الوعي في أوساطنا المثقفة من دينية وغيرها، فبدأنا نكتشف حقيقة هؤلاء المستشرقين في أبحاثهم وأهدافهم الدينية والاستعمارية من ورائها. وما زلنا نسير في هذا الاتجاه الذي لم يستكمل قوته واستقلاله الذاتي بعد، لأنها سنة الله في الأشياء، ولكننا واصلون إلى هذه المرحلة بإذن الله، حتى يأتي يوم يستغرب فيه أبناؤنا وأحفادنا كيف كنا بسطاء مخدوعين بهؤلاء المستشرقين إلى هذا الحد. سيأتي يوم ننقلب فيه نحن إلى دراسة تراث الغربيين ونقد ما عندهم من دين وعلوم وحضارة، وسيأتي اليوم الذي يستعمل فيه أبناؤنا وأحفادنا مقاييس النقد التي وضعها هؤلاء الغربيون في نقد ما عند هؤلاء الغربيين أنفسهم من عقيدة وعلوم، فإذا هي أشد تهافتا وأكثر ضعفا مما يلصقونه اليوم بعقيدتنا وعلومنا. ترى لو استعمل المسلمون معايير النقد العلمي التي يستعملها المستشرقون في نقد القرآن والسنة، في نقد كتبهم المقدسة وعلومهم الموروثة، ماذا كان يبقى لهذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من قوة، وماذا يكون فيها من ثبوت؟ ترى لو استعمل المسلمون في المستقبل معايير النقد العلمي التي يزعم المستشرقون أنهم يأخذون بها عند نقد تاريخنا وأئمتنا في نقد تاريخ هذه الحضارة ومقدساتها وفاتحيها ورؤسائها وعلمائها، ألا يخرجون بنتيجة من الشك وسوء الظن أكبر بكثير مما يخرج به المستشرقون بالنسبة إلى حضارتنا وعظمائنا؟ ألا تبدو هذه الحضارة مهلهلة رثة الثياب؟ وألا يبدو رجال هذه الحضارة من علماء وسياسيين وأدباء بصورة باهتة اللون لا أثر فيها لكرامة ولا خلق ولا ضمير؟ كثيرا ما أتمنى أن يتفرغ منا رجال للكتابة عن هذه الحضارة وتاريخ علمائها بنفس الأسلوب الذي يكتب به المستشرقون، من تتبع الأخبار الساقطة وفهم النصوص على غير حقيقتها وقلب المحاسن إلى السيئات والتشكيك في كل خير يصدر عن هؤلاء الغربيين. ولو حصل هذا لخرجت منه صورة لهذه الحضارة ولرجالها مضحكة مخزية ينكرها المستشرقون قبل غيرهم. أترى أحدا ينهض منا لهذا العبء، عبء استعمال المقاييس النقدية عند الغربيين بالأسلوب الذي ذكرناه لإعطاء صورة عنهم وعن عقائدهم وعن حضارتهم ليقرأها المستشرقون بأنفسهم، فيروا كيف عادت هذه الطريقة التي زعموا أنهم يستخدمونها لمعرفة الحقيقة في تاريخنا وديننا، وبالا عليهم لعلهم يخجلون بعدئذ من استمرارهم في التحريف والتضليل والهدم. وبعد، فإني أعتقد أنه قد انقضى ذلك العهد الذي كنا فيه نعتمد في مصادر معرفتنا بعلومنا وتاريخنا على هؤلاء الغربيين، مع أنهم ليست لهم مصادر إلا كتبنا ومدوناتنا،
ولئن كنا بها جاهلين من قبل، فلقد آن الأوان أن نرفع من جباهنا خزي الجهالة بمصادرنا، وعار الاتكال في فهمها على فهم الغرباء عن لغتنا، وصحة الاعتقاد بديننا وعلمائنا، ما يريد منا هؤلاء المستشرقون المتعصبون أن نعتقده في حق ديننا وعلمائنا من شك وسوء ظن. ولقد آن الأوان أن نفعل ذلك بما نفضنا عنه الغبار ونشرناه من كنوزنا العلمية الدفينة، وبما ملأ نفوسنا من وعي كريم وشعور باستقلال الشخصية. ولئن بقي الآن من يحسن الظن بفهمهم أو رأيهم في علومنا، فليقرأ إن شاء الله مزيدا من التفصيل ما كتبته عن المستشرقين ومناقشتي لآرائهم في كتابي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وغيره من الكتب التي تكشف عن دسائس هؤلاء المستشرقين، فينكشفون على حقيقتهم كما هم في الواقع، وكما أرادوا لأنفسهم أن يكونوا. وإذا كنا نشتد هذه الشدة في حق المحرفين والمضللين أمثال جولدتسهر، فإننا لا نغمط غيرهم من المنصفين حقهم في نشر نفائس كتبنا القديمة ودأبهم في البحث عن الحقيقة، فليس العلم محتكرا لأمة دون أمة، والإسلام هو دين الله للعالم كله، لا يمكن أن يستأثر بفهمه قوم دون قوم، فليفهم منه من شاء ما شاء، بشرط أن يتحلى بصفة العلماء، وهي الإنصاف والإخلاص للحق والبعد عن العصبية والهوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.